لكن كما قلنا مباراة بالنسبة للبحرين بالذات مباراة مفصلية بكل تأكيد، لأنه فريق عنده ما عندوش ولا نقطة. اليوم لو فاز يعني بتختلف معه. هذه الكرة فيها خطورة جول 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 جول! البحرين تسجل عن طريق المدافع عبد الله الإخلاصي. مش معقول وكيف فشل الدفاع الجزائري في إبعاد الكرة. عبد الله الإخلاصي يسجل هدف التقدم لصالح المنتخب. المدافع رقم 2 هو الباعوش، يحاول الباعوش ولكن مش منتبه انه الإخلاصي قريب عليه. برافو عبد الله الإخلاصي، برافو انه فكر بهذه الطريقة وكان كان قريبا جدا من اللاعب على اساس ممكن الكرة. شوف لا، عملية التوقع هنا مهمة جدا. أنا بتوقع، أنا بنتظر، أنا بالتالي أستغل الفرصة وأسجل 1-0 لصالح المنتخب. الحكم حتى الآن لم يستأنف في اللعب. الحكم يلغي الهدف. لماذا ألغي الهدف؟ هذه الكرة خرجت، وهذا طبعا تالايتش لا يصدق هذا القرار من الحكم النيوزيلندي.